في صحراء نيفادا بعض حيوانات الكوالا يتمتعون بالحياة الصيفية المريبة. ايه ده، احنا بنسجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم النهارده في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل قناة MBC اكشن. تابع معايا الدرس. هو في كوالا في صحراء نيفادا؟ محتاجين ندور في الموضوع ده. في درس النهارده ان شاء الله هنعمل لوجو اكتر قناه بتجيب لنا او ممكن كانت بس لسه يعني بتجيب افلام اكشن حلوه، هي اللي فرجتنا على مصارعه قبل ما نشوفها على النت مباشر والحاجات الحلوه دي. فاحنا ان شاء الله هنعمل لوجو بتاعها. انا كل اللي عملته قبل ما ابتدي الدرس، انا عملته طبعا صورته بس طلعت ان انا مش بسجل الصوت، اتشليت. بحثت في جوجل وكتبت MBC اكشن، جبت اي صوره وخلاص. انا عايز صوره بس يبقى ريفرنس او يعني حاجه ابص فيها يعني اشوف اللوجو. ممكن تجيب اي صورة من الصور ديت اهو، وبتسيفها عندك وبتسحبها في الالستريتور اهو. انا خدت دي، بتسحبها في الالستريتور. اول ما هتسحبها هيبقى عندك محطوطة في لاير كده، اللي هو اللاير ده. طول ما انا بشتغل هلاقيها عمالة تتحرك معايا، فدي حاجة هتعصبك. فعشان ما تتحركش هتيجي هنا في المربع الفاضي ده مكتوب فيه اهو توجلز لوك. اما تدوس عليه هتلاقيه عمل لك قفل، فلما تدوس هتلاقيه ما بيتحركش خالص. هتعمل نيو لاير عشان تشتغل فيه بقى، لان خلاص اللاير ده بقى خلاص مقفول يعني. احنا ان شاء الله هنبتدي نعمل لوجوهات باستخدام دواير، خطوط متداخله في بعض، ونخرج منها لون، قصدي هنخرج منها شكل لوجو شكله حلو. الطريقه دي عملت بيها لوجو برشلونه قبل كده بس ما نزلتوش. هتبقى ديت ان شاء الله التمرينات بتاعتنا على ازاي تعمل لوجو بالدواير وازاي تعمل لوجو بالخطوط. الحركه دي كنت بعملها قبل كده بالورقه والقلم والمسطره، لما كنت ببقى قاعد فاضي بقعد ارسم خطوط داخله في بعض وتخرج منهم شكل لوجو. فزي ما انتم شايفين هو حرف ايه، لكن انا حبيت ابدا بيه عشان يبقى بدايه سهله وبسيطه، ما تبقاش معقده للموضوع ده. هبتدي دلوقتي اعمل خط باداه اللاين سيجمنت تول اللي هي دي. لو شديت هلاقي ان انا عمري ما هعرف اعمل خط مستقيم الا يعني بالايه، لو مشيت على الحبل يعني كأنه فاهم. لكن عشان تعمل خط مستقيم دوس شيفت، هتلاقيه لزق في النص بالظبط، ما بقاش يتحرك غير 45 درجة كده 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 كده. فاهو انا هعمل خط مستقيم كده اهو. لو عندك ما بيعملش لون هنا دوت اللون وده الستروك، الخط فما فيهوش سمك فبيعمل ستروك بس او تحديد من بره. عايز تدخل الستروك براحتك من هنا، او انا هخليه واحد، وعايز تغير لونه تكليكتين على اللون وتعمل اللون اللي انت عايزه طبعا. هنا لو تلاحظ حرف الايه مكون من اللي هو الاضلع بتاعت حرف الايه. نغير اللون بس عشان تبقى شايف. هنا الضلع ده زي ما انت شايف، الضلع ده سميك شوية، والضلع ده اللي هو اللي فوق، الضلع اللي فوق ارفع منه. فاحنا هنعمل الضلع ده سميك، اللي هو السمك بتاعه اللي هو هيبقى اهو كده. طب عايز اعمل الضلع التاني يبقى بنفس الحجم بالظبط، تختار الاتنين وتعمل لهم كوبي. بعمل كوبي ازاي؟ يا اما تعمل كنترول سي وبعد كده عشان تعمل بيست كنترول اف، فهتلاقي ان انت بقى عندك نسختين. او ان انت بدل ما تعمل كل ده وتفضل دايس الت وتروح ساحب اللي انت عايزه وتحطه في الحته اللي انت عايزها، وتفضل دايس شيفت عشان يفضل في نفس المستوى. مش عايز ابعده بنفس المسافه يبقى متساوي، لان لو تلاحظ الفرق بين الضلع الاول والضلع التاني مسافه ضيقه، فانا هخليها كده. تمام، بقى عندك الضلع اليمين والضلع الشمال. هشد خط كده وانا دايس شيفت برضو عشان اعمل بدايه الضلع اللي فوق، واخد منه كوبي واعمله رفيع، ما يبقاش سميك زي الاتنين التانيين. ممكن بس نسمكه شويه كده. لو تلاحظ هنا الضلع نرفعه شويه، ممكن تتحرك كمان بيهم بالاسهم. لو تلاحظ الضلع ده اللي هنا ده نفس السمك بتاع اللي فوق، فاحنا نقدر ناخد الاتنين دول بالظبط عشان ما نبقاش يعني ما ناخدش واحد ونقعد نقول يا ترى بقى كده قد ولا مش قده، فنقعد نحذر ونفذر. لكن انت تاخد الاتنين وتشدهم لتحت كده شويه، وتتاكد ان انت عامل هنا مسافه مستطيل مش مربع زي اللي هم عاملينه هنا. تمام، انا هنا عملت كل حاجه وكله تمام ان شاء الله. لو تلاحظ هنا الشرطه اللي في النص الشرطه اللي في النص مش واصله للاخر بالظبط، يعني هنا في فراغ في الحته دي. يعني بص لاحظ في فراغ هنا، فهعمل برضو الفراغ ده. هتعمله ازاي؟
هشد خط جنب الاخر كده بشويه هنا كده، هتبقى هي الحته دي. ونعمل الاخر اخر كل ضلع. المسافه من الضلع دوت يعني هنا لو تلاحظ المسافه من هنا لهنا شبه مربع، فنعمل الضلع اليمين طبعا عشان اقصر، فنعمل الضلع اليمين هنا نهايته تبقى هنا، والضلع الشمال اطول منه شويه فيبقى هنا. ما تبالغش قوي كده، طلعه لفوق شويه اهو. انا مش فاهم حاجه، ايه اللي احنا بنعمله ده؟ نطول بس الاضلاع شويه عشان وبعد كده هفهمك كل حاجه. تمام، انا بقى عندي الشكل الغريب جدا ده. هجيب دلوقتي اداه بالظبط زي ما انت قلت، اداه الشيب بيلدر تول، او الاداه اللي بتجمع وتفرق الشاشه دي. تمام، الاداه اللي بتجمع وتفرق او تدوس شيفت ام، او الشيب بيلدر تول لو عايز تسميها سميها. الاداه دي لو انا عندي، سيبك من المثال ده دلوقتي، هعمل لك مثال تاني. لو انا عندي الدوائر دي، هخليها لك بلون كمان. عندي الدايره دي والدايره دي والدايره دي والدايره دي. انا عجبني في كل الدوائر دي، عجبني مثلا الشكل اللي في النص ده اهو ده. طب انا عايزه الشكل اللي في النص بالظبط ده، اجيبه منين؟ ده مش ممسوك اساسا. حدد كل الدوائر مع بعض وتجيب اداه الشيب بيلدر تول، وانا عاجبني الشكل اللي في النص ده فهروح دايس عليه. ايه اللي حصل؟ تيجي دلوقتي بالاداه بتاعتك، تيجي باداه اللي هو الموف تول يعني، تيجي تحركها هتلاقيها بقت لوحدها. طبعا ده شكل اللي محدش هيبقى عايزه اساسا طبعا، لكن اهو بقى عندك الشكل ده. بين الدوائر ديت عجبك شكل تاني، فتجيب اداه الشيب بيلدر تول وتدوس كده. لو تلاحظ الاداه جنبها علامه زائد. طب افرض في حته بقى الحته دي انا مش عايزها، تفضل دايس الت وتروح دايس عليها، هتلاقيها اتمسحت. او في حتتين انت مش عايزهم، مش هتفضل تدوس تك تك تك، تفضل دايس تيجي من بره كده وتروح ساحب، فهتلاقي ايه ده، دي بتتسحب معايا، هتلاقي عملت لك الشكل ده. فدي اداه الشيب بيلدر تول، ممكن تعمل بيها اشكال مش مفهومه كده، او ممكن تعمل بيها لوجوهات شكلها حلو. فهحدد الاشكال كلها الاول وادوس شيفت ام، وابتدي احدد حرف الاي بتاعي او الام بي سي اكشن بتاعتي. اهو ده الضلع اللي على الشمال، وده الراس بتاع الضلع اللي فوق يعني، ودي الحته دي، ودي اللي هنا. طب انا عايز ده يبقى لوحده بقى، اروح دايس عليه كله كده دوسه واحده، هاجي اختاره بالراحه كده، هتلاقيه اهو. نقلبه نخليه لون، تقدر من السهم ده تخليه يا اما لون يا اما ستروك. نمسح الاشكال اللي محدش فاهمها غيرنا دي، ديليت من الكيبورد. وبقى عندي ده، نديله اللون بتاعنا بتاع الام بي سي اكشن اهو. طيب الام سي اكشن اللوجو بتاعها مايل شويه. طب الميله دي انا نسيت اعملها ولا ايه؟ لا ما نسيتش تعملها، ايه ده بس. هتجيب دلوقتي اداه جنب اداه كانت بتبقى محطوطه جنب اداه السكيل تول او اداه التكبير والتصغير. دي اداه اسمها السكيل تول اهو. دي الاداه دي تقدر بيها تدوس دوسه تقيل عليها، هتلاقي حاجه اسمها الشير تول. الشير تول ديت تقدر براحتك خالص تميل اي شكل. بص شايف عمال يميل بغباء ازاي اهو، بص عمال اهو، شايف؟ فالاداه دي تقدر تستخدمها في ان انت تفضل دايس شيفت طبعا عشان يميلهولك في اليمين والشمال بس، وتميل الخط سن. ترى عملنا لوجو الام سي اكشن. نعمل دلوقتي خلفيه سوداء عشان بس نبقى شايفين اللي احنا بنعمله ده. انا طبعا عملت لاير وتحت اللوجو حرف الام، حرف الاي قصدي، واديله اللون الاسود ده اهو عشان بس نبقى شايفينه. انا هكتب ام بي سي اكشن، او هكتب طريقه ام بي سي يعني، بس مش هكتب بطريقتهم قوي. انا هكتب بس ثواني. تمام، انا كده كتبت كلمه الام بي سي اهي اهي. خط اسمه نوراديكا. مش عارف صراحه، هعرف احط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن لا، بس صرف نفسك دايما لو مش عارف توصل لخط، اكتب اسمه ببساطه خالص على جوجل وهتلاقيه ان شاء الله. نكتب كلمه ام بي سي مثلا في اي حته، نكتبها هنا، واكشن تبقى تحتها كده. نكتب، ممكن ما نحتكمش بحرف الايه ده خالص ونكتب اكشن احنا بنفسنا اهو. وتكبرها كده براحتك بقى، انت عايز تشوف انت عايز تحطها ازاي، تحطها فين براحتك. انا ممكن احطها هنا ونسيبها كده، او ممكن نجيب دي ونحطها هنا ونعمل لها الشير تول دي عشان تبقى متماشية شوية مع حرف الايه، حرف الايه، خليها متساوية مع الضلع الصغير ده.
تمام. امسح دلوقتي الخلفيه السوداء. ممكن اخدهم كلهم كده، ثواني، ممكن اخدهم كلهم كده احددهم واروح ساحبهم واروح بيهم اطلعه لكم بره عشان تبقوا شايفين اهو. ممكن اروح واخدهم وافتح الفوتوشوب وافتح من قائمه فايل نيو، افتح نيو مثلا بمقاس 1280 في 720 الاتش دي، والصوره اللي انا هعملها دلوقتي دي هي اللي هتبقى الصوره المصغره للفيديو اللي انت بتتفرج عليه في المستقبل بالنسبه لي، اللي هو بالنسبه لك انت دلوقتي. هملاها دلوقتي بخلفيه سوداء. بملاها ازاي بالخلفيه السوداء؟ بدوس الت ديليت واكون مختار اللون اللي انا عايزه من هنا. اجيب اللوجو بتاعي احدده كله كده، واجيب اللوجو بتاعي اسحبه واحطه في الفوتوشوب. هتلاقيه، وتسيب طبعا صباعك في وسط الصوره كده، هتلاقيه يتحط لك كانه لاير واحد بس خلاص مش هينفع تعدل عليه بقى، هو هيفضل كده خلاص. بس احلى حاجه فيه ان انت هتقدر تكبره وتصغره على قد ما تقدر، والجوده بتاعته مش هتروح في حته. اوسطنه، اختار الخلفيه واللوجو واوسطنه من هنا ومن هنا. ممكن نخليه كده خلاص، ونجيب خلفيه اكشن ونخليها في الخلفيه. ممكن تيجي في جوجل وتكتب مثلا اكشن وول بيبر. كلمة وول بيبر دي حطها بعد اي كلمة عشان يجيب لك خلفيات اللي انت عايزها يعني. هتلاقيه جاب لك لقطات من افلام كتير بقى. انت ممكن مثلا ناخد لقطة الافنجرز دي ونحطها في الخلفية. خليك معايا. تمام. انا دلوقتي اهو سحبتها وحطيتها في النص بالظبط، وهدوس دوستين عشان افك التحديد بتاعها. هخلي الاوباسيتي بتاعتها 25%. ممكن تخليها ابيض واسود كمان، ممكن تخليها ابيض واسود بس ده مش حكايتنا يعني. وتعمل بقى شوية جو كده بسيط، ممكن فرشة بيضة، وفي الخلفية كده تروح دايس دوسة. انا عامل الاوباسيتي 40%، فاهو هندوس دوسة كده فتعمل الشكل ده. ممكن كمان بفرشة صفرة بس تعمل نيو لاير فوق كل ده، وتخليها سكرين، وتدوس بيها في اماكن بس تبقى اماكن بعيدة عن اللوجو شوية عشان الشكل بتاعك ما يبقاش بايظ يعني. ترجع لورا كده مثلا وتيجي بره وتروح دايس دوسة، وتيجي هنا دايس دوسة كده. وممكن تضيف كمان كيرفز من هنا من الفوتوشوب، ترفع دي وتنزل دي، تعمل تغميق مبالغ فيه اهو كده. وممكن بعد كل ده تجمع كل دول في لاير واحد، كنترول شيفت اي، تعمل منه كوبي وتعمل له بلور، جوزيان بلور، وتخلي القيمة بس بسيطة شوية يعني ممكن تخليها 4، وتخلي المود ممكن تخلي المود كالر دوج بس مش هتبقى حلوة قوي مع اللون الاصفر عشان اللون الاصفر هيبقى فاقع شوية. ممكن تمسح بالفرشة كده من عنده، لكن هيدي بريق شوية للصورة. كان معاكم يوسف محمد من قناة فوتوشوب توتوريالز. ما تنساش بعد ما تعمل التصميم بتاعك تحط عليه اللوجو، عشان في ناس كتير قوي ماشية بتلقط في التصاميم وتنزلها باسمها. اتمنى ان شاء الله يكون درس النهارده عجبك، ولو عجبك فعلا يا ريت تخش تشترك في القناه عشان باذن الله نفرح كلنا ونوصل ل 30,000 مشترك و50 و70 و100 مليون باذن الله. ومع كل رقم مقفول هنوصل له باذن الله هيبقى في مفاجاه كبيره للناس اللي عامله اشتراك باذن الله. لو عندك اي سؤال يا ريت تكتبه تحت في الكومنتات، وسلام عليكم. ويا ريت يبقى حد يقول لي في كوالا في نيفادا ولا لا، عشان بصراحه ما اعرفش. السلام عليكم.